يلا بقى كده اقولك ملخص الوصفة كده سريعة ونعمله مع بعض يا حبيبة قلبي. كده شوية كفتة حلوين كده، وهقولك على اسرار واحنا شغالين هتاكلي صوابعك وراهم. وعلى فكرة انا مش هعملك هيصة كتير، انا هقولك الملخص وانتي قومي اعملي على طول. اللي في الطبق ده يا حبيبة قلبي صدر فرخة، وعليه بصلاية، وعليه قرن فلفل، وعليه خضرة. هتمسكوهم كده يا حبيبة قلبي في الكبة، طبعا كلنا عندنا الكبة بتاعتنا الجميلة. هنمسكهم بقى كده نضربهم في الكبة وننعمها صدور الفراخ الأول. بعد كده نجيب البصلة بتاعتنا نفرمها ومعاها قرن فلفل ونصفي المية بتاعتهم، ونرجع تاني نضربهم مع بعض كويس قوي. ونحط معاهم بقى، خلي بالك من البهارات وهكتبها لك في صندوق الوصف. هتحطي معلقة توم بودر، هتحطي بصل بودر، هتحطي بهارات كفتة، كاري، كل التوابل اللي عندك الموجودة حط منها كده معلقة صغيرة، بتدي طعم جميل في الأكل. وتفضلي تقلبي فيهم كده زي ما انت شايفة، او ممكن تحطوهم في الكبة تضربيهم كمان مرة. وبعدين لو عندك ربطة خضرة كده تمسكيها تقطعها قطع صغيرة كده زي ما انت شايفاني، وتقلبيها كلها كده مع بعضها. تجيبي بقى الصينية دي الخلاصة، وتجيبي بقى الصينية بتاعتك وتحط فيها بصلاية متقطعة شرايح رفيعة كده، وطماطماية وبصلتين على حسب رغبتك انت وعلى حسب اكلك انت. الحاجات دي يا جماعة ما فيهاش مقادير، الكلام ده فيها مقاديرك، بس من الاحسن انك تعملي كده حاجة خفيفة، بس عشان الكفتة ما تلزقش منك، وتديكي كده وتدي الخضار ده طعم، وتغمسي منه لو انت عاملة رز او مكرونة. هتمسكي كده يا حبيبة قلبي كله كده تقلبيه ببعضه، وتحط عليهم شوية بهارات برضو كده، شوية كمون، شوية فلفل اسمر، حاجات كده من اللي موجودة عندك في البيت. تمسكيهم كده ترش عليهم رشة حلوة كده عشان تديها طعم، وتحط عليهم معلقتين زيت، وتفركوهم كده مع بعض كده ايه، حاجة حلوة. وبعدين تصبها عليهم الكفتة، وبعدين تصبعي الكفتة كده وترصها عليهم. دي يا حبيبة قلبي هتدي للخضار ده طعم، وحاجة كده تكون جميلة وانت بتاكليها، وفي نفس الوقت مش هتلزق معاكي. انا بقولك ملخص الخطوات. هتمسكي بقى الكفتة تصبعها زي ما انت كده بالسيخ ده زي ما انت شايفاني، او باي حاجة عندك، او بايديكي حسب انت ما ترتاحي او حسب انت ما تعرفي. وتمسكي بقى تزوديهم كده، لو عندك شوربة من امبارح او عاملة شوربة جنبها تزوديها كده كوباية شوربة، وتحطيها على عين البوتاجاز حوالي كده نص ساعة. هتستوي لحد ما تلاقي البطاطس معاكي طابت. وانصحك انك تخلي شرايح البطاطس يا حبيبة قلبي مش تخينة، او تخليها كده حاجة كويسة كده، لا تخينة ولا رفيعة. وتاخديها كده نص ساعة على النار كده لحد ما تحس ان هي استوت على نار متوسطة. وبعد ما تحس ان هي طابت وبقت تمام، هتاخديها. تعرفي ازاي ان هي طابت؟ حط البطاطس ما تطيب اكيد الكفتة طابت، خلاص حاجة معروفة. هنمسكها بقى يا حبيبة قلبي ندخلها كده على الشواية بتاعة الفرن، تاخد اللون بتاعنا الجميل. وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش لو انتوا حبيتوا نوع الفيديوهات دي ان انا بجيب لكم الملخص كده على طول تقولولي. والسلام عليكم.